مساء الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله راح تنال اعجابكم. وصفتنا لنهار اليوم البنات راح نعطي لكم كسره رخصيص او رخصيص، يعني بمقادير مضبوطه، لكن في الطريقه تاع اليوم راح نمدها لكم البنات في الطاجين تاع الطين، ولكن ليس في الطاجين تاع الملس تاع المحاجب. واللي ما شافتش البنات الفيديو تاعي تاع كسره الطاجين الملس تروح على قناتي مطبخ الاميره الجزائريه ديزات، رايحين تلقاوها البنات في القناه ودرتها في اوائل الفيديوهات تاعي. درك البنات نبداو في المقادير. البنات درك انا راح نعطيكم المقادير باذن الله تاع الكسره تاع اليوم، نعطيها لكم مضبوطه باذن الله. انا راح نقيس لكم بالكاس هذا باش البنات كامل وسيرتو المبتدئات يوليو البنات ننجح لهم الكسره، وباذن الله يعني تجيكم هايله. اول حاجه انا عندي هنا كميه من السميد، هذه كيلتو البنات جاوني 3 كيلات سميد من الصحن تاع الجاري الصغير هذاك، ماشي الكبير خلاص الصغير. يعني هنا راح يجيو 3 خبزات، يعني اللي الطاجين تاعها كبير يجيو 3 خبزات، لكن انا الطاجين تاعي صغير راح يجيوني 4. درك اول حاجه نكيل لكم السميد ومن بعد انا نخدم ونمدكم في المقادير. قلنا هنا عندي 3 كيلات تاع سميد، الصحن يكون الصحن تاع الجاري. هذه بالنسبه للبنات اللي حابين يكيلوا بالصحن جاري، الا كان حابين تكيلوا كيما راح نكيل لكم انا بالكاس باش يجيو المقادير مضبوطه، يعني هذه هي الكيله يعني المتواجده في الاسواق اللي البنات كامل يقدروا يكيلوها ما يغلطوش فيها. نكيل لكم باذن الله بها السميد والزيت. اول حاجه نروح نبدا نكيل لكم هذاك السميد. انا السميد البنات طول مشكاره، شوفوا 1، شوفوا معايا البنات، وانا نمسح فيها البنات 2، هاك 3، شوفوني كيف نمسحها 4، 5، نحطها هنا البنات ونحاول نهبط بشويه باش تعمر لي. شوفوا البنات 5. وبربي ان شاء الله البنات ما نكوبي لكمش الفيديو باش تشوفوا كلش معاي بالتفصيل البنات المبتدئات. شوفوا معاي جاتني هنا 1 2 3 4 5 كيسان ونصف البنات، 5 كيسان ونصف سميد، يعني هادو حق 3 كيلات الصحونه هادوك تاع الجاري جاونا 5 كيسان ونصف، يعني ها مازالوا كيما راهم 1 2 3 4 5 كيسان ونصف. دوك نروح البنات نشكلهم على اساس 3 خبزات. شوفوا معايا الطريقه، بعد ما كيلناهم نروحوا نقسموهم على 3 خبزات، خاطر قلت لكم بلي هادو حق 3 خبزات. كل خبزه واش اللي ندير لها، كل خبزه ندير لها مغرف تاع ملح، ولا تكون مغرف تاع الحليبه، هذيك المغرف اللي نخلطوا بها قهوه حليب نديروا بها مغرف تاع ملح تكون ممسوحه. استناو شوفوا معاي، هاي هذه البنات انا عندي مغرف تاع الحليب هذيك، شوفوا هذه تكون شوفوا ممسوحه. نحط وحده هنا، نزيد وحده هنا، ونزيد وحده هنا. البنات ممسوحه، انا هضرت لكم البنات ونعاود مغرف ممسوحه. درك خلاص كملنا بالملح. درك نروح نزيد البنات الزيت. قبل ما نزيد الزيت نخلط هادو المقادير وبالعقل البنات على الملح، وتقدروا في هذه المرحله تذوقوا السميد تاعكم. انا صراحه يعني قبل ما نولي نحفظ الكيل هذاك كنت نذوق البنات الملح تاعي، نخلط هكا السميد مع الملح وندوقو، نهز هكا بين صباعي السميد ونحطو فيه بين لساني وندوقو ونشوف الملح تاعي اذا كان كافي ولا نزيد. درك نلم هذيك السميد هذاك هكذا وندير حفره البنات في الوسط بالطريقه هذه، ندير حفره. نروح درك ندير له الزيت، نجيب الزيت تاعي درك نعمر الكاس هذاك
ونشوفوا مع بعضنا الكميه اللي نحتاجها. البنات راح نعمر كاس، لكن مش راح نحط كاسه، راح نعمر البنات كاس باش نشوفوا الكميه اللي رايحين نقصوها منه. ها عمرتكم كاس للفم قد شوفوا، عمرت لكم كاس للفم قد البنات. دوك نقص منه ونشوف. هكذا البنات، هكذا البنات الكميه تاع الزيت هذه كافيه. شوفوا كيفاش حنقص منه. انا السميد تاعي البنات رطب بزاف كي الفارينه، على بها البنات نكثر له شويه زيت. شوفوا قد ما نقصنا البنات، هذه الكميه اللي نقصناها تقريبا البنات. الكميه هذيك اللي نقصناها هي نصف كاس، يعني ما وصلتش للنصف. وديروا حسابكم باللي الجهه اللي من تحت تاع الكاس ضيقه على الجهه الفوقانيه. الكميه اللي نقصتها البنات هي نصف كاس. نتوما ديروا نصف كاس زيت البنات. نحط هذا على جهه، من بعد نرجعو نخلط السميد تاعي والزيت. بسوهم بيديكم بالطريقه هذه. قلت لكم البنات انا السميد تاعي رطب بزاف. شوفوا كيفاه انا رطب بزاف البنات، لواحد الدرجه تاع تخمر لكم الكسره تاعكم ليه. وبالنسبه لهذه النقطه البنات، اذا السميد تاعكم رطب البنات واش اللي ديروا؟ اول حاجه ديروها هي تشعلوا الطاجين تاعكم قبل ما تبداو خلاص تعجنوا الكسره. واذا السميد تاعكم مليح يعني فيه الحرش، كملوا الساعه عجنوا الكسره تاعكم، ومن بعد كي تكملوا وتلموها غطيوها وروحوا شعلوا الطاجين هذاك الوقت. لكن انا بالطريقه هذه على حساب النوعيه تاع السميد تاعي رطب بزاف، ديجا شعلت الطاجين تاعي. درك ندي السميد على جهه، شوفوا معاي، باش نروح نزيدو دركا الخميره تاع الكسره. هنا قبل ما نزيد لها البنات الخميره، شوفوا راح نحط شويه سينوج. انا نشتي الكسره تاعي تكون فيها السينوج، حطوا الكميه اللي تحبوها. انا دي فوا ساعات نحط لها سينوج ونحط لها جنجلان مع بعضهم، لكن اليوم حبيت نحط لها سينوج برك وحده. ثاني حاجه نروح نحط لها الخميره البنات. شوفوا كاينه قاعده، القاعده هذه ديوها من عندي من مطبخ الاميره الجزائريه ديزات، ديوها ومشيو بها البنات حياتكم كامله. بالنسبه لزوج خبزات كسره كي توزنوا نتوما ولا تكيلوا زوج خبزات كسره، حطوا لهم مغرف تاع خميره. شوفوا مغرف تكون هكذا خميره، ماشي بومبي، ماشي ممسوحه وماشي دايره. شوفوا كيفاه مغرف. هذه بالنسبه للبنات لزوج خبزات كسره. شفتوا عليها البنات قلت لكم قسموا الخبزات تاعكم. درك انا درت هنايا عندي 3. واش راح نحط؟ مادامني حطيت مغرف وحده لزوج خبزات كسره، يعني الخبزه اللي بقات لي راح نحط لها نصف الكميه، يعني راح نزيد لها نص مغرف هكذا بالطريقه هذه هكذا. فهمتوا عليا البنات؟ قلنا كل زوج خبزات كسره نحط لهم مغرف تاع اكل خميره. مثلا نتوما رايحين ديروا هنا عندكم درتوا 4، ديروا زوج مغارف تاع اكل خميره. درتوا 6، ديروا 3 مغارف اكل خميره. نتوما حفظوا القاعده، كل زوج خبزات كسره عندهم مغرف تاع اكل خميره. هذه بالنسبه للكسره تاع الرخصاصه البنات، الكسره رقيقه. بالنسبه للمطلوع تختلف البنات المقادير، راح نزيدوا في الكميه تاع الخميره. حنا اليوم نحكيو على الكسره رقيقه، لكن في فيديو واحد اخر باذن الله ندير لكم المطلوع وتشوفوا كميه الخميره اللي نديرها. القاعده نعاود لكم البنات باش تفهموا عليا. قلنا لكل زوج خبزات كسره، انا عندي هنا 3، كل زوج خبزات كسره ندير لهم مغرف تاع اكل خميره، ماشي ممسوحه وماشي بومبي بزاف، تكون بين وبين فوق الممسوحه شويه برك كيما شفتوها معايا. اذا درتوا 4 خبزات ديروا زوج مغارف تاع اكل خميره، اذا درتوا 6 ديروا 3، درتوا 8
ديروه 4. فهمتوا عليا البنات؟ هذا مكان. واذا حابين ديروا كيما انا درت 3 خبزات، يعني راح يكون العدد فردي، درتو 3 خبزات، يعني نتوما حسبوا 2 خبزات الاولين حطوا لهم مغرف، تبقى الخبزه الاخرى يعني نص مغرف. فهمتوا عليا البنات؟ نتوما حفظوا برك باللي كل 2 خبزات كسره تحطوا لهم مغرف خميره تاع اكل، والاخرين راح تجيكم سهله. هذه بالنسبه للبنات الخميره. السكر لازم ديما تحطوا السكر مع الخميره. شوفوا الكميه اللي راح نحطها. هذه البنات تقريبا مغرف تاع الحليب، مغرف تاع الحليب بسكر. السكر في هذه المرحله راح يعاون الخميره تاعي باش تخمر لي، سيرتو مادامنا رانا في الوقت اللي رانا فيه كاين برد. وثاني البنات راح يمد لكم واحد اللون احمر للكسره تاعكم. انا توجور السكر هذا جامي نتخلى عليه، لازم ديما نحطه حتى الكسره تاعكم يجي اللون تاعها باهي، ما تجيش صفراء. ثاني حاجه الماء يكون دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون يغلي. اذا درتوه بارد راح تطول الخميره باش تطلع لكم، اذا درتوه سخون يعني فوق الدافي سخون يعني الخميره تاعكم البنات راح يتحرق المفعول تاعها وما راحش تخمر. يعني الماء لازم يكون دافي. شوفوا معي دوك نحط الماء فوق الخميره تاعي بهذه الطريقه. شوفوا معي ندوب هذيك الخميره مع الماء هذاك والسكر. شوفوا ماشي تحتاج لازم تذوبوها كامله، خلطوها كذا شويه برك قيس ما يتخلطوا، ونبداو طول البنات نلموا عادي، ما تكثروش الماء بزاف يعود يغلبكم وتجيكم جاريه. ان شاء الله البنات تكونوا في هذه المرحله يعني الوقت اللي وصلنا له فهمتوا يعني، وما بقاش بزاف. درك بعد ما حطيت الماء هذاك لميتها، نشوف بلي العجينه تاعي مازال تحتاج الماء. شوفوا نزيد لها البنات الماء، وباذن الله البنات راح توليو محترفين في الكسره اذا تبعتوا جميع الخطوات اللي عطيت لكم. هنا الماء البنات ما نقدرش نعطيكم يعني معيار مضبوط، نتوما عندكم ميزانكم. هاد الحاجه يعني سهله، حطوا هكذا بشويه وخلطوا، وراح توالف يدكم البنات مع الممارسه. كل مره ديروا كل مره تحاولوا راح توالف يدكم باذن الله البنات. شوفوا معايا اذا شفتوا القصعه تاعكم تتحرك حطوا تحتها كتانه باش ما تمشي لكمش وتعاونكم. انا عندي الصور تاعي هذاك ما تزلقليش صراحه، ديما نكاليها في هذا الصور. شوفوا معايا ان شاء الله البنات تنجحوا فيها، وكي تجربوها ابعثوا لي البنات تعليقاتكم باذن الله. نحط لكم صفحه الفيسبوك تاعي باذن الله على القناه باش توليو تقدروا تبعثوا لي التطبيقات تاعكم ونحطهم لكم البنات في لاشين باذن الله. شوفوا كيف هنا مازالت مخصوصه الماء. البنات ما ديروهاش يابسه، ديروها تكون طريه وماشي جاريه. طريه البنات ماشي جاريه، خاطر السميد البنات راح يشرب. نتوما على حسب نوعيه السميد تاعكم. شوفوا انا هنا البنات مش راح نعجنها، درك نلمها هكذا برك. شوفوا معايا شفتوني ما عجنتهاش خلاص، نلمها هكذا برك ونحطها البنات في ساشي من بعد باش نروح نعجنها. هنا قلنا الوقت هذا ما نعجنهاش، دوك نروح نجيب ساشي نحطها في ساشي. انا عندي لي ساشي كونجيلاسيون نحطها فيهم، وساعات البنات السواشي هذوك تاع الخبزه ننفضهم ونحط فيهم العجين تاعي هكذا. شوفوا بالطريقه هذه البنات، ونجيب كتانه ونغطيها. شوفوا معي انا هنا جبت زوج باش نغطيها. كما نعرفوا البرد، وكما قلت لكم البنات النوعيه تاع السميد تلعب دور كبير في الكسره تاعكم. اذا النوعيه تاعك رطب كما تاعي قلت لكم شعلوا الطاجين قبل ما خلاص تبداو في الكسره تاعكم، يعني شعلوا الطاجين وروحوا طول حطوا الكسره تاعكم وبداو خدموا فيها. هذاك هو متروبوزي العجينه تاعك كيما درك يكون طاجين تاعك سخن، من بعد كي نعجنوها رايحين نطيبوا طول مش رايحين نسناو.
واذا كان السميد تاعك طول من الشكاره يعني مليح وفيه شويه الحرش، عجنوا الكسره تاعكم هي الاولى بالطريقه هذه، ومن بعد كي تكملوا وتغطيوها هكذا روحوا شعلوا الطاجين تاعكم وخليوه يسخن عادي الوقت اللي تخمر الكسره تاعكم. درك انا البنات نروح نخلي الكسره تاعي تخمر، ومن بعد نعاود نرجع لكم ونعطيكم الوقت اكزاكت قدا حكمت لي. هكذا البنات بعد ما خليتها ريبوزات لي شويه وفي نفس الوقت خمرت لي، درك نحي القصعه تاعي نحطها على جهه ونروح نعجن الكسره تاعنا. انا دوك نبدا نعجنها البنات ونشوفها اذا ناقصت لي ما جاتني يابسه نزيدها شويه ماء ونعجن عادي. شوفوا معايا، شوفوا البنات كيفاه شرب لي الماء هذا كامل اللي حطيناه. عجنوها اولا بالشايح ما تزيدوا لها حتى قطره ماء، ومن بعد لا كان شفتوها يابسه معاكم وتتشقق زيدوا الماء بشويه وعجنوا. انا نشوف فيها البنات ما نحتاجش الماء، دوك نعجنها بالشايح لانه السميد تاعي البنات رطب بزاف وما يحتاجش الماء، خاطر هو اصلا وحده راح يولي يطلق لنا العلك تاعنا. نتوما عجنوا الكسره تاعكم بالطريقه هذه. انا الوقت البنات اللي خليتها يعني ريبوزات لي 20 دقيقه، 20 دقيقه قد البنات. انتوما خليوها تريبوزي حتى تشوفوا العجينه تاعكم خمرت. هذا ما كان، شوفوا كيفاه بالطريقه هذه. يعني البنات ما كانش اسهل من هذه الوصفه اللي عطيتلكم وهذه المقادير يعني المضبوطه. ان شاء الله البنات تجربوها وترجعوا لي في التعليقات او تبعتوا لي تطبيقاتكم اذا عجبتكم الطريقه تاع اليوم تاع الكسره او لا. والمذاق تاع البنات يجي رائع، تجي بنينه. هذه فقط اليوم درناها بسميد وحده، هذا ما. والنوع هذا تاع السميد البنات سميد رطب يصلح سيرتو للمطلوب. وكي تعجنوا البنات ما تجهدوش رواحكم، لا عقل برك حاجه يعني ما تزربكم. شوف نعجن بعقل يا البنات، ما نزرب ما والو، ما نديرش خلاص الجهد، بلا عقل برك نعجن بلا عقل البنات. شوفوا معي العجين تاعها البنات نعطيلكم الوقت تقريبا 5 دقائق حتى يولي الوجه تاعها املس، ما يبقاش مشقق كيما خليناها في الاول. شوفوا انا ديجا بدات تولي لي ملسه، دوك نزيدها شويه ونحبس لانه ماشي مطلوع، هذه كسره عاديه مليحه البنات. هذه تقدروا تشربوها مع البن، مليحه مع المقليات، مليحه البنات مع كيما هكا لي سوب وكل شيء. يعني انا صراحه مع الجاري ومع لي سوب نشتي المطلوع، لكن اليوم حبيت نبدل شويه، حبيت ندير شويه رخصاص مع العدس تاعي. انا درت البنات مع هاد الكسره درت العدس اليوم، وبربي ان شاء الله نحط لكم الوصفه تاعو اذا ما سبقتش به هو الاول. شوفوا البنات عجنوها مليح الطريقه هذه. شوفوا العجينه ولا الملمس تاعها ناعم ولات لي طريه. شوفوا القوام ما تلصقش في اليد وطريه. شوفوا ما ديروهاش طريه بزاف وما تخليوهاش البنات يابسه، خاطر كي تكونوا رايحين تطرحوها البنات ما تجيش الشكل تاعها مليح والطراف تاعها يجوكم بنات حرش. نجيب الموس وشوفوا معايا الطريقه كيفاه نقسم العجينه تاعي. قلنا البنات انا هاد الكميه راح دير لي 4 خبزات لانه الطاجين تاعي البنات صغير. دوك نقسم الكميه على 2 ومن بعد نزيد نقسمها كل نصف على 2 هكذا. شوف هكذا على 2 وكل نصف على 2 تشكل لي 4 خبزات. وانا نشتي نصغرهم باش ما يجيونيش البنات خشان، لكن حابينهم رقاق.
ولكن ما تشتيوهمش نتوما يجيوكم رقاق. ديروا 3 خبزات راح يجيوكم هذاك هو. نعجنوا كل وحده هكذا بالشكل الدائري هذا، نديرهم كريات، ومن بعد نروحوا طول البنات نطيبوا، ما نخليهمش خلاص يروبوزيو لانه السميد رطب. نهضر ونعاود السميد رطب. لكن اذا نتوما هذه جاتني شويه صغيره نقص من هذه ونمد لهذه. لكن قلت لكم اذا نتوما السميد تاعكم البنات مليح ماشي رطب خلاص كيما الفارينه، ديروهم كعابر كيما هادو وحطوهم في القصعه وخليهم البنات 2-3 دقائق وبداو طيبوا باش يعطيوكم الطوع وباش يتحلوا لكم البنات عادي، ما يعذبوكمش كي تكونوا تحلوا فيهم. هذه البنات بالنسبه برك لهاد الخطوه. انا دوك ما نخليهاش خلاص تروبوزي لي، سينو راح تجيني البنات اشكال فوضويه، مش راح يجيو اشكال دائريين. على خاطركم تخليوها تروبوزي والسميد تاعكم يكون رطب بزاف، تغلبكم البنات في الطريحه، راح تولي تتحل وحدها وتولي طريه بزاف وتغلبكم. خاطر دركم نخليوها تروبوزي هكذا وترتاح، راح تولي هذه جات شويه كبيره، راح تولي البنات طريه بزاف. كيما نعرفوا السميد كل ما يروبوزي كل ما يرتاح كل ما يطلق روحه. هكذا البنات شوفوا، وجامي تغطيو الكسره تاعكم بالساشي في المرحله هذه، غطيوهم بالكتانه وحدهم برك باش ما يخمروا لكمش هكذا. درك انا نحطها طول فوق البلون دو طرافاي، نحي الماء هذا صاي كملت به، نحطهم انا عندي هنا حدايا فوق البلون دو طرافاي، نغطيهم الوقت اللي نروح نمسح طول هاد البلون ونعاود طول نجي نخدم معاكم ونطرحهم البنات. هكذا البنات طول مسحت البلون دو طرافاي تاعي. دوك نجيب اول وحده درناها البنات بدينا بها هي اللي نحطها فوق الكتانه تاعي. ونصيحه البنات كي تجيبوها طول ما تحطوهاش البنات فوق الجهه هذه اللي كانت عليها فوق البوطاجي، لا ديما حطوها العكس، لانه الجهه هذه تكون تلقاوها البنات شويه كلي مبلوله، نحطوها من الجهه الشايحه في نفس الوقت الجهه هذه راح تشيح لنا. هذه كنصيحه فقط. هكذا منها هذاك هو. دوك تشيح لنا هاد الجهه العلويه. انا البنات سامحوني ندور شويه الكتانه ليا باش تجيني على يدي، وانتوما نورمال هكذا شوفوا معاي. نطرحها البنات هكذا ونقلب، شوفوا معايا، يعني نعطي لها الشكل دائري بيدي ومن بعد نكمل بالحلال تاعي. شوفوا هكذا البنات. نتوما حاولوا تجربوا تحلوها على شكل دائري. اذا ما تحلت لكمش البنات عادي نورمال بشويه بشويه رايحين توالف يدكم البنات وتوليو تحلوها بشكل دائري. لكن نتوما شوفوا الطريقه، كل ما تقلبوها حاولوا ديروا الشكل هذا الدائري بيدكم وتكملوا تحلوا هكذا باش تقدروا تحلوها على شكل دائري. انتي الا كان نجحتي في العجينه صاي الشكل دائري مع الوقت تعلموا له عادي. السمك تاعها حلوها رقيقه خاطر راح تخمر هكذا. دوك نوريلكم السمك. شوفوا معايا البنات هذه الكسره تاعي، شوفوا السمك ان شاء الله تكونوا هكذا تشوفوا مليح. شوفوا السمك تاعها البنات، شفتوا السمك تاعها. درك كيف راح نهزها البنات، نحكموا الكتانه، نحط يدي هنا هكذا، نحكم الكتانه، نحط يدي فوق العجينه، نحكم الكتانه ندورها بالطريقه هذه ونروح نهز العجينه هكذا ونحطها في الطاجين. كي نحطها في الطاجين ما نخربهاش البنات، نخليها حتى تحكم روحها شويه واحد الثواني، تلقاوها بدات تدير الفقاعات من فوق. كي دير الفقاعات نقلبوها ومن بعد نثقبوها بالموس. كي دير الفقاعات قلنا نقلبوها ومن بعد نثقبوها بالموس من فوق هكذا برك البنات من فوق. ودرك تشوفوا باذن الله معاي كيف نطيبها. انا نكمل الاولى هذه نحيها ومن بعد تشوفوا معاي كيفاه نطيبها.
وجدوا الماتريال كلش بحداكم البنات باش ما تبقاوش هكذاك رايحين جايين. انا هكذا نخليها دوك تحكم روحها، والطاجينه وسخون، النار تكون قويه، يعني باذن الله هكذا نكون مديت لكم جميع التفاصيل. تبقى التفصيل تاع الطياب تاعها دوك تشوفوه معايا. دوك البنات هكذا يحكمت روحها واش بدات يتشكلوا الفقاعات هذوك. دوك نروح نقلبها هكذا ونحكم الموس، نثقبها بالموس عادي هكذا، نثقبها بالموس من فوق السطح كامل. بالموس خير البنات باش يساعدكم خير من الفرشيطه. دركا كي قلبتها البنات نثقبها هكذا بالطريقه هذه الوجه كامل راح تثقب عادي. درك كي قلبناها البنات وثقبناها دوك نخليوها تحمار، لكن قبل ما تحمار دوك نخليوها مده 10 ثواني، نحركوها في الطاجين باش ما تلصقش، ومن بعد نخليوها تحمار من الجهه هذيك، وكي تحمار لي من الجهه هذيك نعاود نقلبها تحمار لي من الجهه اللي من فوق، ونحوشيها البنات ووقفوها مع الصور وخليوها تبرد. ما تخبيوهاش طول في الساشي خاطر تعرق. اذا تشتيوها نتوما تكون هكذا مقرمشه، خليوها واقفه مع الصور تاعكم ولا حطوها في القصعه وخليوها مع الريان باش يعني كي تبرد مقرمشه. اذا تشتيوها طريه حطوها في الكتانه تاعكم طول وهي سخونه، قسموها على زوج، حطوها في الكتانه طول وهي سخونه، اللي تجبدوها غطيوها باش البنات تبقى لكم طريه. وكي تكملوا الكميه كامله حطوها في ساشيه وقفلوا عليها بها بالكتانه حتى تبرد خلاص. كي تبرد خلاص نحيوها من الكتانه هذيك وروحوا حطوا كل خبزه في ساشيه تاع كونجيلاسيون وحدها. حطوا كل ساشيه في ساشيه تاع كونجيلاسيون وحدها. درك انا حركتها البنات، دوك نروح نكمل نطيب هذه، وكي نكون راح نطيب الثانيه تشوفوا معايا الطريقه كيفاه ندير. هكذا البنات بعد ما طابت لي الخبزه الاولى تاعي، شوفوا المغرف تاع السكر هذيك اللي قلت لكم عليها حطوها تعطي لها واحد اللون احمر يعني رائع، ما تجيش الكسره تاعكم صفراء. دوك نحطها انا نوقفها هكذا مع الصور، ونروح نجيب خبزه واحده اخرى بنفس الطريقه. شوفوا الجهه اللي كانت من فوق هي اللي نحطوها لتحت باش تشيح لنا الجهه هذه العلويه، وبداو طول الطرحه. البنات الشكل ما يهمش يكون دائري، المهم نتوما كي تنجحوا في العجينه تاعكم هذاك هو الصح، لكن الشكل من بعد تدربوا عليه. شوفوا معي الطريقه كيفاه بشويه برك البنات حتى تمشي يدكم عادي. الصح في العجينه كي تكون ناجحه. شوفوا معي نتوما ديما حاولوا سويوا لها الاطراف تاعها بالطريقه هذه، ومن بعد كملوا حلوا بالحلال تاعكم. كل مره قلبوها باش تمشي معاكم العجينه. شوفوا معاي كملوا بنفس الطريقه، كل مره تقلبوا العجينه تاعكم عدلوا لها الاطراف تاعها بهذه الطريقه وكملوا حلوها. نتوما اذا نجحتوا في العجينه سيبون، يبقى الشكل مع الممارسه بربي ان شاء الله يعني تتعلموه عادي. هكذا البنات هكذا. شوفوا معاي هذه الكسره تاعي. درك البنات تشوفوا معايا الطريقه كيف نحطها في الطاجين. هكذا البنات درك نحط الكسره تاعي. البنات تولهوا مليح مع الطريقه كيفاه نطيبها. شوفوا مليح. انا شفتوا على حتى قلت لكم البنات قسمتها على 4 لان الطاجين تاعي صغير. وشوفوا الخبزه هي تجي ما عليهاش متوسطه، لكن تجي الخبزه قد ما يبقاش بزاف للطرف تاع الطاجين. كما تولهوا البنات. درك بعد ما حطيت الكسره تاعي دوك نستناها تحكم روحها من تحت شويه. هذاك هو يتشكلوا لنا فقاعات صغار هنا في النص، ومن بعد نقلبوها. ما تخليوش الفقاعات هذوك يخرجوا بزاف، سينو من بعد كي تقلبوا الكسره تاعكم رايحين يعطي لكم منظر باشا ومش مليح. الكسره تاعكم تحكم روحها فقط. انا درك ما نقطعش الفيديو في هذه المرحله تاع الطيب، وانتم حسبوا الوقت شحال حكمت باش قلبتها. انا ديجا هنا بداو يتشكلوا لي دوك الفقاعات، وهنا الطرف تاع البنات بداو يبيضوا. انا نستعمل صراحه هاد سباتيول باش نقلبها. اول حاجه نحرك الكسره تاعي بالطريقه هذه طول البنات ونقلب عادي هكذا بالطريقه هذه البنات. ودرك في هذه المرحله نجيب الموس كما قلت لكم
وتقبوها كامل بالموس بهذه الطريقه باش ما تتنفخش معاك. ودرك البنات بعد ما قلبناها مازالت لنا مرحله واحده، دوك نخليوها هكذا واحد 20 ثانيه، نزيد تحكم روحها حتى هي نحركوها فقط، نحركوها ما تبقاوش تقلبوا الكسره تاعكم بزاف. هذه هي الحاجه اللي تخلي الكسره تاعكم تجيكم يابسه. تبعوا الطريقه اللي نعطيها لكم وبربي ان شاء الله رايحين تنجحوا فيها. درك البنات هي حكمت روحها، دوك واش ندير لها، نروح نحركها هكذا برك. شوفوا هكذا برك بالطريقه هذه حركتها مره واحده. درك نخليها البنات تحمر لي من الجهه هذيك اللي من تحت، ومن بعد نروح نقلبها باش تحمر من الجهه اللي من فوق. نتوما ركزوا معاي وشوفوا البنات الطريقه مليح مليح باش تنجحوا فيها. نهضر ونعاود البنات ما تبقاوش تقلبوا الكسره تاعكم سينو تجيكم يابسه. تبعوا الطريقه اللي عطيتها لكم باذن الله رايحين تنجحوا فيها وتجيكم الكسره تاعكم طريه تجي مليحه ويجي الشكل تاعها مليح. ولا كان لاحظتوا دوك تشوفوا هذاك او هذيك المغرف تاع السكر اللي حطيناها، تشوفوا كيفاه البنات تعطي لها واحد اللون رائع البنات في الكسره تاعنا. نتوما ما تخليوهاش كدا وتغفلوا عليها، مره على مره هزوا الكسره تاعكم وشوفوا اذا حمارت ولا لا، ودوروها من الجهه اللي ما حمارتش عندكم. النار قويه، تبقى ديما النار قويه ما تنقصوها ما تزيدوها. هذا لان قريب تحمار لي الكسره تاعي ونقلبها نزيد نخليها تحمار من الجهه اللي من وراها. شوفوا كيفاه نزيد نطلع عليها هكذا البنات حمارت لي. شوفوا معاي بالطريقه هذه. درك نزيد نخلي الجهه هذيك تزيد تحمار مليح ومن بعد نروح نحوشيها. شوفوا البنات وروماركيو اللون هذاك الاحمر ما شاء الله. هذه المغرف تاع السكر هذيك اللي حطيناها راح تلعب دور كبير وتعطيكم فارق في اللون تاع الكسره تاعكم. اللي ما جربتهاش البنات تجربها وتعطي لي رايها باذن الله. انا ما راحش نقطع قلت لكم هذا المقطع، الفيديو صح راح يجي شويه طويل لكن هذا كامل على جالكم باش نوصل لكم الفكره، يعني نوصل لكم الفكره كامله. ما حباش نقطع الفيديو لهذا السبب. فيريفيو البنات، شوفوا فيريفيو الكسره تاعكم. وصلنا للمرحله الاخيره، دوك نحموها من تحت ونزيدو نحوشيوها وكملنا الكسره تاعنا. نتوما كملوا كامل الكميه بنفس الطريقه. والبنات كي ديروا كي تكونوا رايحين تكملوا الخبزات تاعكم، مثلا درتو كونتيتي كبيره تاع الكسره ديروا 7 8. اذا شفتوا هذوك الكرات تاعكم تاع الكسره او الخبزات تشوفوهم خمروا لكم، عاودوا عجنوهم وكسروا لهم الخمور هذاك وطرحوهم عادي، ما تطرحوهمش هما كيك خامرين. درك انا الكسره تاعي دارت حمارت نحوشيها عادي تحت الطاجين. اللي تشتي الحواشي محروقين تزلفهم، اللي ما تشتيهمش محروقين بزاف تحمرهم ابان ابان وتنحي هكذا البنات. شوفوا معاي حوشيو الكسره تاعكم، وكي تحوشيوها البنات روحوا وقفوها مع الصور وخليوها واقفه مع الصور تاعكم وخليوها حتى تبرد، ومن بعد قسموها على زوج وخبيوها ولا طول استهلكوها عاد هكذا البنات. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الكسره تاعنا، شوفوا اللون هذاك تاع السكر كيفاه عطالها اللون هذاك الاحمر. درك انا بنفس الطريقه راح نكمل الخبزه الاخيره اللي بقات لي ونتلاقاو باذن الله. شوفوها كيفاه خرجت لنا الكسره تاع اليوم هكذا البنات. بعد ما كملت طيبت الكميه تاع الكسره تاعي 4 خبزات هذوك، شوفوا كيفاه انا بعد ما بردوا لي قسمتهم بالطريقه هذه. دوك نجيب الكوربايه تاعي ونحط فيها هذيك الكسره تاعي. انا كل نصف البنات نقسموه على 3. شوفوا هذه ديجا بداو منها، شوفوا هذه نقسمها هكذا بالطريقه هذه على 3 وتجي البنات الكسره رائعه، تجي خفيفه طريه البنات والله ما تشبعوا منها. درك نقسم لكم حبه تشوفوا كيفاه. شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها، شوفوا تجي طريه البنات وتجي شوفوا تجي رائعه
شوفوا كيف البنات تجي روعه. ان شاء الله البنات تجربوها. وشوفوا هذاك اللون ما شاء الله. شوفوا هذا اللون تاع هذاك السكر اللي حطيناه، شوفوا يجي ما شاء الله البنات. نتوما قسموا الكميه اللي رايحين تاكلوها، والكميه الاخرى البنات خبيوها سواء في الفريجيدير او في الكونجيلاتور. انا صراحه الكسره تاعي كيف نخبيها، نخلي لكم تيتي راح ناكلها اليوم. والاخرى البنات كل خبزه وحده كيما هادو نحطها في ساشي تاع كونجيلاسيون ونخبيها في الكونجيلاتور. فهمتوا لي البنات؟ كل خبزه قلنا وحده من هادو يعني زوج طراف زوج نصاف نحطهم في ساشي د كونجيلاسيون بعد ما يبردوا وندخلها من الكونجيلاتور البنات نحتفظ بهم. وكي نحب نسخنها درك كيما نعرفوا حنا مشعلين الفرن نروح نجبد حبه ولا نصف اللي راح نسهلكم نحطو فوق الفرن والبنات يسخن عادي، نقلبو زوج تقليبات وهي سخنت لي عادي البنات. وبهكذا البنات نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو تاع اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي لايك واشتراك وتفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد، ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.